كيف استعاد الجيش المصري والعربي قوته وفوزه بحرب أكتوبر 1973 في ظل خسارة مصر العسكرية وخسارة نكسة 67، الحرب التي نبشت بين إسرائيل وكل من العراق ومصر وسوريا والأردن من 5 يونيو 1967 إلى 10 يونيو من نفس السنة، وأدت إلى احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية من الجولان. وقد أدت الحرب، عايز حضراتكم تركزوا في الحتة دي، إلى مقتل من 15,000 إلى 25,000 شخص من العرب مقابل 800 في إسرائيل. الخسائر المصرية والعربية منتهتش لحد كده، وتدمير من 70 ل 80% من العتاد الحربي في الدول العربية مقابل من 2 إلى 5% من إسرائيل، إلى جانب تفاوت مشابه بين عدد الجرحى والأسرى. في حلقة النهاردة أقول لكم إزاي الجيش المصري قدر يستعيد قوته في فترة وجيزة، وإزاي قدر يفوز في الحرب بالرغم من الخسائر الهائلة. أكيد بعد اللي حكيت لحضراتكم الخسائر الهائلة للعرب والمصريين بالتحديد في حرب 1967 هيجي على بالنا سؤال: إزاي الجيش المصري قدر يستعيد قوته العسكرية بالسرعة دي؟ بعد خسارة الجيش المصري على طول بتاريخ 1967 10 يونيو، أصدرت القيادة العسكرية المصرية توجيهات إن مرحلة إعادة تنظيم بنيت على أساس عزيمة وإيمان المقاتل في جيشنا وقدراته على القتال، معتمدا على الضبط والربط والأخلاق، تمهيدا لإعادة سيناء بالكامل. ومن أجل هذا الوطن العزيز علينا جميعا فلن نسمح بارتداد أي فرد أو أي معدة من خطوطنا الدفاعية، ولن يصدر من القائد العام أو أي قائد أمرا بالارتداد، وإن نموت جميعا في موقعنا الدفاعي أشرف لنا من وصمنا بالعار ووصمة الشرف الذي نتحلى به. وكان هذا الأمر تصحيحا للعرف السائد في عام 1956، ارتداد الجيش على أن تتولى سياسة تصحيح الأوضاع. سارعت القوات المصرية على امتداد الجبهة بتنظيم القوات الدفاعية بما يتيسر لها من إمكانيات لا تزال عن 100 دبابة و150 مدفع. يوم 10 يونيو 1967 أخذت في التزايد من الدول العربية والدول الصديقة التي سارعت بإرسال معدات وأسلحة إلى جانب تنفيذ الاتحاد السوفيتي لبعض عقود أسلحة قديمة، لتصل القوات المسلحة إلى 50% من القوى المقدرة لها في نهاية عام 1967. كما أن التصالح العربي في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم ساعد على سحب القوات المصرية من اليمن، تولى مسؤوليتها الوطنية على الجبهة. جانب آخر طلب رئيس أركان الجيش السوفيتي مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة 29 يونيو. نرجع بالزمن لورا أسبوع كده، كان زخاروف في القاهرة منذ يوم 21 يونيو 1967 ضمن الوفد المرافق للرئيس السوفيتي نيكولاي بوتجورني، والذي زار مصر بعد نحو أسبوعين من نكسة يونيو 1967. شوف أن القيادة السوفيتية وجهت الدعوة إلى عبد الناصر للتباحث معه في موسكو، لكنه رفض. ويقول رياض: عندما نقلت الدعوة طلبنا أن أبلغ السفير السوفيتي بأنه لا ينوي الذهاب إلى موسكو في الوقت الحاضر، وأنه من الأفضل من الوجهة السياسية حضور أحد القادة السوفيتي إلى مصر بدلا من ذهابه هو إلى موسكو، وأن التقاليد تجري في مصر على أنه إذا حل مكروه بشخص أن الأصدقاء هم الذين يقدمون على داره والوقوف بجانبه. بالبلد كده البلد في حال صعب وما أقدرش أسيبها وأجي أقعد معاك في موسكو. وهكذا حضر بوتجورني يوم 21 يونيو، ولقد تم أول لقاء مع عبد الناصر في منزل الرئيس الذي أقام له حفل عشاء. تحدث عن وقوف الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية بجانب مصر والدول العربية لإزالة آثار العدوان، وأشار إلى أهمية تحقيق ذلك عن طريق الحل السلمي. ووافقه عبد الناصر، ولكنه ذكر حتى أن يتم ذلك يجب تحقيق توازن عسكري، مما يلزم سرعة دعم الجيش المصري بالأسلحة والخبراء الروس خاصة في مجال الدفاع الجوي. في اليوم التالي 22 يونيو 1967 بدأت المباحث في قصر القبة. كانت الجلسة الثانية 1967 23 يونيو بعد اللقاء الأول بيومين تقريبا، وبعدها غادر بوتجورني القاهرة وترك زخاروف. ويذكر الفريق فوزي في مذكراته حرب الثلاث سنوات 1967 إلى 1970 أن هذا اللقاء كانت أهميته تحديد مدى العلاقات المصرية السوفيتية في بداية المرحلة، كان لها أثر كبير في تعديل الخلل الخطير الذي طرأ على ميزان القوى مع إسرائيل بعد هزيمة 1967، وأيضا موازنة الوجود الأمريكي في المنطقة بزيادة التواجد السوفيتي. وبدأ الرئيس عبد الناصر يطالب الاتحاد السوفيتي بالمعدات العسكرية الكثيرة والحديثة في نفس الوقت. كان الضغط من الرئيس عبد الناصر من أول لقاء على طلبات الدفاع الجوي والقوات الجوية، ثم طلب بزيادة عدد الخبراء والمستشارين، وأبرز مدى على العمل التكتيكي للطائرة ميج 21، مطالبا بطائرة قاذفة ومقاتلة بعيدة المدى يمكن استخدامها في ردع إسرائيل إذا حاولت الاعتداء في عمق مصر. كان عبد الناصر وبوتجورني مهدا لاجتماع منفصل مع زخاروف رئيس طلبات القوات المسلحة من المعدات
الأسلحة المطلوبة بسرعة، وشملت أسلحة ومعدات الأفرع، القوات المسلحة الرئيسية وصفة خاصة، أسلحة الدفاع الجوي، القوات الجوية، وعلى رأسهم 40 طائرة ميج 21. سافر بوتجورن يوم 23 يونيو بعد بعض طلباتنا من الدعم العسكري على القيادة السوفيتية، رد علينا بسرعة، وفضل زخاروف في مصر يشاركنا في بناء أول خط دفاعي غرب القناة. نروح تاني اليوم 29 يونيو اللي طلب رئيس أركان حرب الجيش السوفيتي مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة، وأبلغوا بإجابة طلبات مصر من الأسلحة والمعدات لجميع أفرع القوات المسلحة، وخاصة بذكر توريد 40 طائرة ميج 21 جديدة، وإرسال عدد 1200 من مستشار سوفيتي في جميع التخصصات المطلوبة لنا بمن فيهم خبراء الدفاع الجوي. يكشف أن أنت صفقة التسليح الأولى مع مصر في حدود 100 مليون جنيه. ولم يطلب الاتحاد السوفيتي ثمن معدات الجسر الجوي والبحري التي وردت عقب المعركة المباشرة، أساس أنه تعويض عن الأسلحة المفقودة في 1967. استمر مارشال زخاروف رئيس أركان الجيش السوفيتي في مصر وغادرها في نوفمبر 1967 بعد الانتهاء من إنشاء أول خط دفاعي غرب القناة. يؤكد عند زيارة محمود رياض وزير الخارجية في موسكو في 18 أبريل 1967 مقابلة الرئيس برجنيف، تمكن على أن يحصل على 120 طيارة سوفيتية لتدريب طيارنا على استخدام طائرة ميج 21 جديدة في عملية الدفاع الجوي. الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه قد اتفق مع السوفيت على أن يتم دفع ثمن الأسلحة والمعدات التي تشتريها مصر من الاتحاد السوفيتي، على أساس أن يقوم الاتحاد السوفيتي بمساعدة مصر بخصم 50% من ثمن الأسلحة التي تشتريه مصر، ويقوم الاتحاد السوفيتي بإقراض مصر 50%، التي يجب الآن على مصر أن تدفعها وسدد هذا القرض على أقساط سنوية لمدة من 10 سنوات إلى 15 سنة بفائدة 2%. ده القسط الأول بعد فترة سماح طويلة. يقول رئيس هيئة الأركان العامة الفريق سعد الدين الشاذلي في مذكراته حرب أكتوبر، نظرا لأن السلاح السوفيتي دون أي حسم ثمنه الكامل يعتبر رخيصا جدا بالنسبة للسلاح الغربي، ونقول في حالة تعادل الخصائص بين السلاح السوفيتي والسلاح الغربي أن ثمنه 50% من ثمن مسيره الغربي، فإذا خصمنا 50% من هذا الثمن، إن ذلك يعني أن الثمن الذي تدفعه مصر ثمنا للسلاح الروسي يعادل 25% من ثمنه في السوق العالمي، وعلاوة على ذلك فإنه يدفع بالجنيه المصري وبالتقسيط المريح. قال أيضا المشير سعد الدين الشاذلي مذكراته حرب أكتوبر: أخذنا المعونة السوفيتية لمصر والمعونة الأمريكية في إسرائيل المفاضلة لمدى الصداقة لم منها لحليفه. كان واضحا أن صداقة أمريكا لإسرائيل كانت أقوى بكثير من صداقة روسيا لمصر. بطول الفترة دي من بعد النكسة والرئيس عبد الناصر بيلقي في خطابات من نوع أيها العرب مفضلش حاجة ونحرر فلسطين. الخطابات دي كانت بتوصل لكل مواطن عربي. الوقت ده كان العرب كلهم متحمسين للحظة الحرب، متحمسين من وراء الخطابات اللي بيلقاها الرئيس عبد الناصر. وخسرت العرب الحرب في 1967 زي ما احنا عارفين، اللي كان بمعنى الكلمة دمر العرب والجيش المصري بالتحديد. طلع الرئيس عبد الناصر وقتها وأعلن خطاب تنحيه. الشعب المصري مكانش عنده مشكلة يخسر الحرب مرة وألف مرة، ورأى إنه يرجع أراضيه ودم الجنود والعساكر اللي راحوا دفاعا عن أراضيهم، وينزل الشعب المصري كله الشوارع في التنحيه ويقولوا ارجع رئيس لمصر. وفعلا استجاب الرئيس عبد الناصر لرفض المصريين، رجع رئيسا إلى مصر وقال سأبقى كما أمرني الشعب. تدخل مصر وإسرائيل حرب استنزاف بداية 1 يونيو 1967 وانتهت 7 أغسطس 1970. كانت حرب جواسيس ومخابرات واغتيالات، حرب إعلامية عن معارك على أرض الواقع. يوم 28 سبتمبر 1970 يموت الرئيس عبد الناصر بعمر 52 سنة. ينزل ملايين من المصريين الشارع حزنا على الرئيس عبد الناصر اللي كان الأمل الوحيد في رجوع أراضي سيناء. يطلع محمد أنور السادات نائب الرئيس ويتولى الحكم. مرحبا أنا الرئيس الجديد. واللي كان على عكس الرئيس عبد الناصر مكانش بيلقي خطابات للشعب زي ما كان متعود، اللي كان أشبه منه يعمل في صمت. وتمر الليالي ونروح لعام 1971. في خلال عام 1971 وهو العام كأقصى موعد وضعه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التحرير الشامل، كان عدد الطائرات الميج 21 لدى مصر يزيد على عدد الطيارين، وهذا على علاوة تشغيل الروس 80 طائرة ميج 21 بطيارين سوفيت. استطاعت الوحدات السوفيتية مع مساعدة القوات المصرية بشكل ملموس. خلال منتصف عام 1972 ميلادي من الممكن القول أن الدفاع الجوي
قد وصل إلى مستوى مقبول. وفجأة وقع ما لم يكن في الحسبان عندما قرر الرئيس السادات دون أن يستشير أحدا من رجال القوات المسلحة طرد جميع الوحدات السوفيتية الموجودة في مصر في يوليو 1972، حيث كان السوفيت يشتغل 30% من الطائرات الميج 21 التي تقوم بالدفاع الجوي، وكان يقومون بتشغيل 20% من كتائب الصواريخ، كما كانوا يقومون بتشغيل الغالبية العظمى من الوحدات سام أرض جو. وهنا نسأل سؤال: سبب طرد الرئيس السادات لخبير سوفيتي في محاولة تهريب 80 كيلو دهب لخارج مصر؟ واللي حابب يعرف أكتر عن الموضوع يكتب في التعليقات، وأنا ممكن أعمل حلقة مفصلة عن الموضوع. الرئيس السادات كان لديه إيمان أن القرارات الغير متوقعة تحدث ردة فعل بما يشبه الصدمة التي يكون لها مردود قوي. نهاية مهمة الخبراء السوفيت كسرت نتائج المعركة المتوقعة على قدرات جهود القوات المصرية. بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر 1972 الموافق 10 رمضان 1393 هجرية. مسك هجومين مفاجئين ومزمنين على القوات الإسرائيلية، أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة، وآخر الجيش السوري على هضبة الجولان المحتلة. قد ساهمت في الحرب الدول العربية سواء كان دعم اقتصادي أو عسكري. عقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية والسورية أهدافها شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة الأيام الأولى. وعبرت القوات المصرية خط السويس بنجاح وحطمت خط بارليف، الخط اللي اتقال عنه مستحيل يتدمر غير بقنبلة نووية. الجيش المصري قدر يعديه بسهولة عن طريق تدميره بمضخات ماء القناة. توغلت القوات 20 كيلومترا شرقا داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من التوغل في عمق هضبة الجولان وصولا إلى سهل الحولة وبحيرة طبرية. أما في نهاية الحرب فقد تمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق بعض الإنجازات. على الجبهة المصرية تمكن فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة الغربية، ربى الحصار على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس، ولكنه فشل في تحقيق أي مكاسب استراتيجية باحتلال مدينة الإسماعيلية أو السويس أو تدمير الجيش الثالث أو إجبار القوات المصرية على الانسحاب إلى الضفة الغربية مرة أخرى. أما على الجبهة السورية عن هضبة الجولان واحتلالها مرة أخرى، تدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتعويض خسائر الأطراف المتحاربة، فمدت الولايات المتحدة جسرا جويا لإسرائيل بلغ إجمالي ما نقل عبره 27895 طن، في حين مد الاتحاد السوفيتي جسرا جويا لكل من مصر وسوريا بلغ إجمالي ما نقل عبره 15000 طن، وإلى نحو 63000 طن من الأسلحة عن طريق البحر. وصلت قبل وقف إطلاق النار كل أقصارها إلى سوريا. انتهت الحرب رسميا مع انتهاية يوم 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار وقع بين الجانبين العربي والإسرائيلي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الجبهة فعليا حتى 28 أكتوبر. الجبهة المصرية حقق الجيش المصري هدفه الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية رغم من حصار الجيش المصري الثالث في القناة. وقفت القوات الإسرائيلية كذلك عاجزة عن السيطرة على مدنيات السويس والإسماعيلية غرب القناة. تالي ذلك مباحث الكيلو 101 واتفاقيات فض اشتباك، ثم جرى لاحقا بعد سنوات توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 إبريل 1982 مع عدا طابة التي تم تحريرها عن طريق التحكيم الدولي في 19 مارس 1989. أما على الجبهة السورية قد وسع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها وامتد حوالي 500 كيلومتر مربع وراء حدود عام 1967 فيما عرف باسم جيب سعسع. وتلا ذلك حصول حرب استنزاف بين الجانبي السوري والإسرائيلي واستمرت إلى 82 يوما في العام الثاني، وانتهت باتفاقية فك الاشتباك سيطرت عليها في حرب أكتوبر ومن مدينة كنيطرة، بالإضافة إلى إقامة حزام أمني منزوع السلاح على طول خط حدود بين الجانب السوري والأراضي التي تحتلها إسرائيل. فصل الضفة الغربية عن السيادة الأردنية وقبول العرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 مبدأ أرض مقابل السلام.
الذي ينص على العودة لما قبل الحدود، لقاء اعتراف العرب إسرائيل والسلام معها. فاز العرب بحرب أكتوبر بشوية حلوين. لم يجحد السادات قمة السوفييت بعد نصر أكتوبر، وقد استدعى السفير السوفيتي بعد أيام قليلة الحرب وقال: أريد أن أقول لك أن السلاح السوفيتي هو الذي انتصر 1973، وتنتهي الحرب وينتهي معها أسطورة الجيش الذي لا يقهر. أتمنى أكون قدرت أوصل لكم الفكرة بالشكل المناسب. ما تنساش تكتب لنا في التعليقات هل حضرتك شايف إن اللي عمله الرئيس السادات من طرد الخبراء السوفييت من مصر قرار صحيح أم لا؟ وآخر حاجة، ما تنساش تشترك في القناة.